الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير السراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. في الحديث القدسي: عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب، والملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ها نحن قد وفقنا الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك، وفي يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وقد شهدنا افتتاح مسجد من مساجد ولاية مستغانم، ألا وهو مسجد التقوى بحي صابلات، بعد ما اتخذنا الإذن من والي الولاية ثم يليه مدير الشؤون الدينية والأوقاف. وبالمناسبة قد أدينا فيه أول شعيرة للجمعة بحول الله تبارك وتعالى، ولا ننسى القائمين الذين ساهموا وسعوا من قريب أو من بعيد في بناء هذا البيت اللي هو بيت الله تبارك وتعالى. نقول لهم جزاكم الله كل خير، وجعل الأجر والثواب في ميزان حسناتكم وحسنات والديكم إن شاء الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. وفقنا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة من شهر رمضان، أول جمعة في هذا الشهر الكريم المبارك الطيب، بفتح هذا المسجد الذي يعتبر أول مسجد في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة سياحية. كانت هي تعتبر من النواقص، ولكن وفقنا الله لهذا. نشكر كل العاملين والذين قاموا بالاجتهاد من أجل تنظيف والقيام وبناء هذا المسجد، هذا الصرح. وفقه الله لما ذلك، ووفقنا الله بإذنه سبحانه وتعالى لعمار هذا المسجد وتلاوة القرآن فيه وأداء صلاتنا فيه.